السلام عليكم. شايفين الفراخ البروستد الحلوة المقرمشة؟ احلى فراخ بروستد. هقول لكم السر والطريقة بالظبط، بس اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك فيها حالا وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة طبعا زي ما انتوا شايفين تبلنا الفراخ ببصل وملح وفلفل اسود واي توابل متوفرة عندكم تنفع او بتحبوها للفراخ حطوها، مفيش مشكلة. بس يعني ايه، ما تكتروش قوي علشان ما تبقاش طعم التوابل طاغية زيادة. يعني عندنا بيضتين نزلنا عليهم بملح وفلفل اسود وضربناهم كويس بالشوكة، وعندنا دقيق تبلناه بشوية ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، وكمان خلطة الكاري او خلطة الفراخ، وكمان نزلنا عليه بفيجيتار حار. بس طبعا لو ما بتحبوش الحار حطوا بارد، او ممكن تكتفوا بالدقيق لوحده. بس خلطة الفيجيتار بتخلي طعم التتبيلة احلى بكتير، بالذات لو بتحبوا حار كمان. حطينا الفيجيتار على الدقيق وقلبناه كويس، وحطينا للدقيق برضو شوية ملح صغيرة. هنقلبه كويس في بعض عشان يتخلط مع الفيجيتار، وحطينا الفراخ. طبعا الفراخ كنا نقعينها في التتبيلة دي مع بصل مقطع، ممكن توم مفروم، ليمونة، وزي ما قلت لكم اي توابل تنفع للفراخ مفيش مشكلة، وشوية بابريكا برضو. احنا حطيت في الدقيق شوية بابريكا. هنقلبهم كويس في الخلطة دي، ويعني نتأكد ان هي اتعملت من كل النواحي. زي ما انتوا شايفين عملت كم يعني قطع كتير، بس انا طبعا مصورتش الفرخة كلها، بس انا عملتها كلها يعني، بس صورت عشان تشوفوا ازاي بنعملها. طبعا لو مش متوفر بيض او يعني البيض غالي طبعا الايام دي، ممكن نحط زبادي او رايب او لبن، او ممكن مية من الحنفية عادي. المهم حاجة تخلي التتبيلة تلزق معانا في الفراخ. اهم حاجة بقى في التسوية ان انت تنزل عليها تنزل بالفراخ في زيت سخن جدا وتسخنها كويس، وبعد كده توطي النار خالص علشان القطعة اللي فيها العظم ما بتستويش بسهولة، فتوطيها على الاخر بعد ما تنزل في التتبيلة وتأكد ان التتبيلة خلاص اتشمعت في الفراخ. توطي خالص النار وتديها 10 دقايق على كل جهة، لازم مش اقل من تلت ساعة في الناحيتين علشان الفراخ يعني تبقى مستوية كويس وما يكونش فيها دم ولا اي حاجة. فلازم تهدي النار خالص. طب نسينا وما هديناش النار مثلا، خلاص نطلعها اول ما تحمر كده يصفر لونها هيبقى ذهبي، وندخلها الفرن. بعد كده نحطها في طاسة وندخلها الفرن. بس طبعا اتوطوا تلت ساعة احسن من ناحيتين، يعني 10 دقايق و10 دقايق، وبعد كده تعلوا النار قبل ما تخرجوها من النار على طول. على ليه؟ عشان تبقى مقرمشة وحلوة، فهتبقى مستوية ومقرمشة وجميلة جدا ونضيفة من جوه زي ما انتوا شايفين، وبيضة ولحمها ابيض ولذيذة جدا والله. التتبيلة بتاعتها تحفة تحفة تحفة، فطعمها لذيذ جدا وعجبت الكل والله. وجربوها وهتدعوني ان شاء الله. هتشرفك في العزومات مع الاطفال، هيحبوها جدا، واحلى والله احلى من بره، وانضف طبعا ان انت عاملاها على ايدك وفراخ فريش وطازه. جربوها وتدعوني. يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه